الحب والترقب عربيا يمكن الفرحة هيجي ميعادها، لكن منذ لحظات قرر النادي الأهلي الاعتذار عن عدم المشاركة في البطولة العربية لكرة القدم اللي هتقام في السعودية صيف هذا العام. الأهلي واضح جدا إن الرؤية فنية، الأهلي بيبقى حريص على تلبية كل الدعوات العربية وبيبقى حريص على التواجد في المحفل العربي، لكن المسائل بتحكمها اعتبارات فنية. كون إن البطولة هتقام في الأسبوع الأخير من 7 بعد أيام قليلة من نهاية الدوري في مصر، ودي الفترة الوحيدة يمكن اللي اللعيبة هتلتقط فيها أنفاسها، فترك القرار للمدير الفني، ومن ثم الأهلي بيعتذر عن عدم المشاركة أو عن عدم تلبية الدعوة اللي تلقاها من الاتحاد العربي لكرة القدم للمشاركة في هذه النسخة اللي بتحمل اسم الملك سلمان ابن عبد العزيز. ده يمكن يعني الأهلي بهذا الاعتذار بيوضح لك حجم الضغوط اللي بيتعرض لها من خلال المشاركات المطلوب أن يشارك فيها. واحدة من يعني من البطولات اللي يستطيع أن يحصل فيها على أموال يعني طائلة ينافس عليها، ولكن الاعتبارات المادية لم تسيطر على القرار الفني في النهاية، لأن الأهلي مضغوط جدا جدا جدا. ربنا وفقنا في اللي جاي. ده بما يخص كرة القدم، وعليه فيه جزء كبير من الترقب، لكن الفرحة الحقيقة صنعتها أيادي الماسترز رجال وأساطير الكرة الطائرة. فريق الكرة الطائرة للرجال فريق يعبر بجد عن شخصية الأهلي. تقدر تشوف في أبطال الكرة الطائرة رجال وبنات سمات الشخصية الأهلاوية: القوة، الصلابة الدفاعية، الإصرار على المكسب، التفوق الكاسح، النهم الشديد في إحراز الألقاب. دول أبطال ما بيشبعوش بطولات، ملوك الصالات وأساطير الصالات. أبطال الكرة الطايرة حققوا النهاردة اللقب العربي الثامن ليهم من خلال التفوق الكبير 3-0 على النصر البحريني الشقيق، وبعد مسيرة الحقيقة طوال البطولة تقريبا ممكن يكونوا خسروا شوط واحد. دي كانت لحظة التتويج والفرحة ورفع كأس البطولة. البطولة العربية دي أنا ليا ذكريات خاصة فيها، لأن أول بطولة عربية شاركنا فيها وكسبناها كانت في الأردن، وكان المنتخب المصري بيشارك في بطولة أفريقيا ويضم ألمع نجوم النادي الأهلي، ولكننا استطعنا أن نكون فريق يذهب إلى الأردن، وكنت أنا رئيس البعثة وقتها. واستطعنا أن نحصل على البطولة. النهائي كان مع الفريق العراقي، بس قدرنا نجيب اخوان شموتي استعنا بيهم، هم كانوا من ابناء الاهلي وكانوا خرجوا بره، وعملنا بطوله. كان محمد مصلحي بيلعب. هجي لك بالزاويه التاريخيه، لكن كمل يا باشمهندس. لا يعني بقول لك اللي عجبني في البطوله دي انها واحده من اقوى النسخ. اولا عادة كانت تبص تلاقي ايه، فرقتين من تونس، فرقتين من الجزائر، فرقتين من مصر، فرقة مش عارف منين وفرقة منين. دلوقتي فرقة من كل دولة تقريبا واحدة، ففي تنوع. شفنا محدش يتخيل ان عمان فيه هذا المستوى. يعني كله كان متصور ان مصر، قطر، البحرين، ولكن عمان يدخل مزاحم ويستطيع انه يفوز. فريق السيب السيب العماني. الفريق البحريني ده سبق له الفوز قبل كده، والوكرة القطري حامل اللقب. بطولة قوية جدا. انا يعني بتابع الفولي وبستمتع بيه جدا جدا. وهذا الجيل اهميته ايه؟ انه لما خسر السنة اللي فاتت استوعب الدرس، فعاد بمزيج ساحر من القدامى والناشئين ليقدم واحدة من أقوى النسخ التي قدمها أبطال الكرة الطائرة عبر تاريخ النادي الأهلي.